بص كده يا صديقي، لو عمرك 90 سنة ربنا يديك الصحة يا رب، ف30 سنة منهم بس انت نايم، يعني تلت حياتك ضايع بس وانت مغمض. ولو سألت اي حد هو احنا ليه بننام، هيقولك الإجابة الموحدة للجميع علشان نرتاح. بس الحقيقة لحد دلوقتي محدش عارف هو احنا ليه بننام. فاحنا بقى ان شاء الله في الحلقة دي هنعرف هو احنا ليه بننام، وايه اللي هيحصل لو ما نمتش، واحنا ليه بنحلم، وليه الجسم لازم ينام، والاهم من كل ده ايه هي اصلا فوائد النوم. فقوم دلوقتي جاهز المشروب بتاعك وخلونا نحكي الحكاية ونشوف الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج العبقري. العلم مازال بيتخاني ولسه بيخمنوا على نظرية النوم، ولسه ما يعرفوش احنا لحد دلوقتي ليه بننام. بس ما تقلقش يا صديقي المتابع، انا جايب لك كل حاجة عن النوم في الحلقة دي، ان شاء الله هتكون مفيدة ليك. جايب لك النوم من عند الحشرات لحد الاحلام الوحشة. العلماء وضعوا 3 نظريات للنوم. اول حاجة الراحة الجسدية. اول نظرية بتقول ان النوم راحة للجسم، بس في تجارب كتير جدا اثبتت ان الجسم ممكن يرتاح حتى لو هو صاحي ومصحصح، فمش من منطقي الكلام ده. تاني حاجة توفير الطاقة. النوم بيقلل استهلاك الطاقة بنسبة ضئيلة جدا، يعني مش موفر قوي يا عم. احنا عاملين زي الفقير اللي بيقفل نور الشقة كله علشان ما وفرش غير جنيه. وتالت حاجة الهروب من الخطر. انا مش عارف ازاي يعني، بس اقسم بالله هم اللي حاطين. قالوا ان النوم ظهر علشان تحمي نفسك من الحيوانات المفترسة. طب بذمتك هحمي نفسي ازاي من الحيوانات المفترسة وانا نايم في امان الله؟ ده انا كده بسلم لهم نفسي على طبق من دهب. قولوا كلام عدل بقى يا جدعان. دلوقتي لو جينا سألنا ايه اللي بيحصل جوه دماغك وانت نايم فعليا، فهنلاقي بيحصل في دماغك 3 حاجات وهما كالاتي. 1. المخ بينظف نفسه، شغال بنظام جلايمفاتيك سيستم، وده بقى بيشيل كل المخلفات اللي في مخ سيادتك. عذرا يا صديقي، جيت على الجرح انا. المخ ناصح، خلي بالك. المخ ناصح، تستغرب. بيجيب الذكريات المهمة وبيفضل حافظها في دماغه، والذكريات اللي ملهاش لازمة على طول دي ليه. وتالت حاجة ان المخ بيشتغل اكتر وانت نايم. المخ بيبقى نشيط جدا في مراحل معينة من النوم، خصوصا في مرحلة بقى اسمها سليب ريم، ودي بقى اللي بيحصل فيها احلام سعادة البيت، نتفليكس مجاني. دلوقتي احنا ممكن نسأل هو احنا ليه بنحلم؟ العلماء بصراحة مش متأكدين قوي احنا ليه بنحلم بالظبط، بس في نظرية مشهورة جدا بتقول ان المخ بيدرب على الحياة الواقعية، بس دي بقى في الأحلام. فهو بيدربك في الأحلام على الحياة الواقعية اللي هي هتجربها الحياة الواقعية. هي يا ابني بتعاد الموضوع ده خلاص. يعني مثلا تحلم انك في الامتحان مش عارف تحل اي سؤال، وانت كنت امبارح وانت داخل نايم مش مذاكر اي حاجه خالص. الاحلام بقى بتبقى عامله زي البروفا اللي بتمرنك على مواجهه الصعوبات في الحياه الواقعيه.